مش لازم الحاجة تكون مكلفة عشان تطلع حلوة، تعرفوا نوع الحلو هذا جميل جدا، والسر في الخلطة أو في الحشوة اللي حنقولها لكم. حليب ودحية وسميد ومستكة حرة، ومعاهن رشة ملح لو تقدروا، وملعقتين سكر، والزهر، والمقادير كلها حنكتبها لكم. بعد ما تتماسك خلوها على جنب، جميلة جدا. ما تبوش الدحية، حولوها. حناخد قلاش، حناخد 3 ورقات من القلاش. والبطل بتاعنا طبعا هو سمن كراون، هذا الصافي، وفي منه المخلط لو تبوا. حناخد من سمن كراون ونحط، يعني نحطها في الميكروويف نسيحها، وحنحط له طبقات زي ما بين عليكم، وندهن بين الطبقات. نحب ندهن أنا عشان نضمن أن الدهن يوصل لكل الطبقات وتطلع مقرمشة. بعد ما دهنته والسمن حلو جدا في الحلويات هذا، حنقسم إلى من 5 إلى 6. لو تبوا المثلثات صغار ديرون 6. وحنلفه بالشكل اللي باين عليكم، مثلث بالشكل هذا، أو في لفة المثلث المتعارف عليها بالشكل هذا. خلاص بعدها صبيت سمن أخرى عليه، وندهنه كويس، نضمن إنه خش السمن، نحطه في الفرن، وبعدها حنعسله بعسل تقيل، وهيك صار جاهز. بس حيعجبكم، أنا متأكدة. ما فيش واحد تعرف كلها وما عجباته. لا تعرفوها شعيبيات، لا تعرفوها وربات، حاجة جميلة وخلاص. أتمنى انكم تجربوها، وحتعجبكم أكيد، وكتبوا لي في التعليقات.